وبدأت مؤجلات الحاج عامر حسين. مسلسل مؤجلات كل سنة بدأ. ازاي بقى بدأ مسلسل مؤجلات كل سنة؟ اقول لكم. دلوقتي جه قرار من الاتحاد الافريقي ان مباراة الاهلي وشباب بلوزداد كانت هتتلعب يوم السبت يوم 9/12. خلت المباراة بدل يوم السبت تبقى يوم الجمعة يوم 8/12. كان المفروض الأهلي هيلاعب زد يوم 6/12 اللي هو يوم الأربع. فطبيعي ايه اللي حصل بقى؟ لغى الماتش أصلا. قالك لأ أجله لغد كده. تمام، خلاص تمام، مفيش مشاكل. طيب تعالى بقى هنا يا عم الحاج. الزمالك هيلعب يوم الخميس يوم 7/12، هيلعب الاتحاد السكندري في الدوري. تمام. ويلعب يوم الحد، يعني كده هيبقى يوم الخميس وراه الجمعة والسبت يومين راحة، ويلعب الحد تالت يوم. حلو كده، تالت يوم. طيب يبقى كده مفيش مشكلة. طيب الأهلي بقى ايه بقى؟ الأهلي هيعمل ايه؟ تأجلوا الماتش خالص. الزمالك ايه بقى؟ لا هيلعب عادي، مفيش أي مؤجلات. ليه؟ هيلعب يا عم الخميس. لا عادي يلعب، مفيش مشكلة. طب ما كان ممكن تعمل حاجة في ماتش الأهلي، ممكن تخلي ماتش الأهلي تبدره يوم التلات. هيلعب التلات، حلو كده. يبقى عندك الأربع والخميس والجمعة. حلو. والزمالك يلعب الخميس وعنده جمعة وسبت والحد. مش ده المفروض تكافؤ فرص؟ لكن لا، ليه؟ احنا نريح بقى الأهلي لأنه بدأ يقع، فنريحه بقى. ده المفروض اللي لازم يحصل. مسلسل كل سنة الهابط اللي معروف، فالواحد مش عارف لحد امتى هنفضل في المسلسل ده. هنقول بيراميدز وفيوتشر هيتأجل لهم ماتشات، ده طبيعي لأن هم هيلعبوا ماتشين بره مصر. يوم الحد الجاي هيلعب فيوتشر بره مصر مع الهلال الليبي، ويوم السبت بيراميدز هيلعب نوازيبو في موريتانيا بره. الماتشين اللي بعد كده الفيوتشر هيلعب اتحاد العاصمة في الجزائر. فأكيد طبعا من الحد للحد هيطلع، يا دوبك يطلع من تونس لو الهلال الليبي هيلعب في تونس أو الجزائر حسب المكان اللي هيلعب فيه. هو هيكمل بقى ايه؟ هيكمل مع اتحاد العاصمة. فأكيد مش هيرجع مصر عشان يلعب ماتش ويرجع يلعب ماتش تاني. بيراميدز هيلعب يوم السبت الجاي مع نوازيبو في موريتانيا. السبت اللي وراه هيلعب صن داونز في صن داونز الساعة 3 زي ما انتوا عارفين. فده طبيعي ان يتأجل لهم ماتشات. لكن الزمالك لا، ازنقه. الاهلي لا، ريحه. دي قصة كل سنة ومسلسل كل سنة بنشوفه. فمش عارف هنفضل كده لغاية امتى. لما الدنيا بتقع الحاج عامر حسين بيلحق على طول. فانا شايف ان ده مش تكافؤ فرص. كان في حل ظريف جدا. قدم ماتش الاهلي يوم، هيلعب تاني كان هيلعب يوم التلات، وهيبقى عندك الاربع والخميس، ريح لك يومين وتلعب الجمعة. هتقول ازاي ده ظلم؟ لا، ما هو الزمالك هيلعب يوم الخميس عنده جمعة وسبت، هيلعب حد. تمام. عرفت بقى؟ عشان كده لما احنا بنتكلم الناس بتزعل ويقول لك في نظرية مؤامرة ومش نظرية مؤامرة. لا، انا قلت لك الحقيقة والملخص ماشي ازاي. مستني رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والسبسكرايب، ومستني دعمكم عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. شكرا.